السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في افضل حال. اخباركم ايه؟ طبعا من امبارح وموضوع المدرب الجديد اللي انا شايفه حاجة فاشلة. طبعا او مدرب ضعيف جدا للنادي الاهلي كسي في وككل حاجة. طبعا هنتكلم في الموضوع كله. آه، خلينا نتكلم زي ما بيقولوا كده على بياض ومن غير ما نجمل الكلام. انا شايف ان المدرب الجديد زي ما بيقولوا عليه جيس سورب او يس دروب، ايا يكن اسمه ايه، مش هينجح مع النادي الاهلي. مش هينجح مع النادي الاهلي. اه والله مش هينجح. مش عشان الراجل وحش ولا علشان ما بيفهمش كوره، بس النادي الاهلي. بصوا يا جماعه، النادي الاهلي زي ما بيقولوا مش اي نادي. مش اي نادي تجيب له مدرب. انا شايف بامكانيات قليله. الاهلي زي ما متعودين وزي ما عارفين، الاهلي منظومه كبيره جدا وليها نظام زي ما متعودين. ولازم اللي زي ما بيقولوا يعني اللي يمسك فرقه النادي الاهلي يكون مدرب تقيل. مدرب تقيل عارف قيمه النادي الاهلي. يعني عنده زي ما بيقولوا ايه سي في قوي، سي في يخوف المنافس قبل ما يلعب حتى ماتش. يعني يخوف المنافس يعني قبل سيبك من الكوره بقى. سيبك من الكوره. يبقى المنافس جاي وعارف ان في مدرب كبير قوي، مدرب تقيل قوي للنادي الاهلي. طبعا المدرب الجديد للنادي الاهلي هقول لك هو راجل محترم، شخصيه كويسه. انا تابعته بقالي يومين بقلب على موضوع على اليوتيوب، ودورت له على مطوشه ودورت له واتفرجت عليه على مطوشه للدوري الاوروبي وهو ماسك آه، فريق في الدوري الاوروبي. يعني خلينا نبص على تاريخه. خلينا نبص على تاريخه. راجل كويس، مدرب على قد يعني امكانياته كويسه، على عيني وعلى راسي. بس لو بصينا على تاريخه، ما اخدش بطولات كبيره. ما اخدش بطولات كبيره. ما فيش السي في اللي هو يعني يقول لك ايه حاجه تقول لك الراجل ده هو يعني هيجي يعمل فرق. يعني بصراحه السي في بتاعه خفيف قوي، خفيف قوي، وسي في ضعيف على حجم زي النادي الاهلي. يعني السي في لما احنا بنيجي نبص على، يعني انا مش عارف والله مدير التعاقدات في النادي الاهلي ازاي عرض سي في زي ده. يعني الاهلي محتاج مدرب بجد، مدرب جامد. يعني يدخل من اول يوم، يدخل من اول يوم يفرض شخصيته زي ما بتقول، زي ما بنقوله. يبقى صوته مسموع في التمرين. اللعيبه تحس ان في زي ما بيقولوا ايه مدرب قوي، عارف ان هو هياخد اكشن مع اي حد في الفرقه. لان فرقه النادي الاهلي زي ما بيقولوا مدججه باللعيبه الكبيره، باللعيبه اللي حتى شخصياتها قويه. مش واحد لسه هيتعرف على الجو وعلى الفرقه عايزين حد قوي، سي في قوي، مدرب قوي، مدرب لاخر بطولات. الاهلي يا جماعه محتاج مدرب جاهز من الاخر، مش واحد لسه بيكون خبره زي ما بيقولوا. احنا يعني مش بنربي مدربين. احنا اي مدرب الحمد لله بيجي في النادي الاهلي احنا بنلمع اي حد، بنلمع لعيبه وبنلمع مدربين. اي حد في النادي الاهلي الحمد لله. والنادي متعود دايما، النادي دايما متعود زي ما بيقولوا يخش اي بطوله يكسبها. غير المكسب النادي الاهلي ما بيقبلش، وجماهير النادي الاهلي ما بتقبلش. فلازم اللي يجي مدرب على قد النادي الاهلي، بقوه النادي الاهلي، بمكانه النادي الاهلي. انا شايف محتاجين مدرب كبير قوي، مدرب ليه خبرات في افريقيا. مش مدرب لسه هيجي اول مره يدرب في افريقيا. على عيني وعلى راسي بيدرب في الدنمارك. بس ايه الدوري الدنماركي معلش؟ ايه الدوري الدنماركي؟ ايه سي فيك انت حتى في الدوري الاوروبي؟ آه يسرب. يعني فكره ممكن يكون حلو، بس طريقته محتاجه وقت. والاهلي احنا في الفتره دي ما عندناش وقت ان احنا نجرب. ما فيش رفاهيه التجارب، ما فيش رفاهيه التجارب. احنا كجمهور عايزين زي ما بيقولوا النتائج من اول اسبوع. مش بقى نستنى 6 7 ماتشات عقبال ما نشوف النتائج ليه. مدرب ما عندوش خبره في افريقيا. ما عندوش خبره في افريقيا. احنا لما جبنا موسيماني كان ماسك سان داونز، وكان اخد معاه بطوله افريقيا، وكان كان عنده سي في كويس في افريقيا. آه،
الراجل من السيرش اللي انا عملته عليه ودورت على مطوشه ودورت على وقفته في الملعب ووقفته على الخط، الراجل هادي قوي. الراجل هادي قوي. يعني والهدوء ده ما ينفعش النادي الاهلي في الفتره دي. الاهلي محتاج مدرب زي ما بيقولوا دمه حامي، بيعرف حتى هيعرف يلم اللعيبه لما الدنيا حتى تكون مش يعني ما الدنيا تفلت زي ما بيقولوا. مش كل حاجه هتبقى هدوء. والنادي الاهلي يعني معودنا لما بيبقى فيه مدرب قوي جاي النادي الاهلي، بيبقى فعلا على قيمه النادي الاهلي وعلى قيمه لعيبه النادي الاهلي. مدرب ضعيف قوي، مدرب ضعيف قوي قوي قوي. وبصراحه يعني لو جينا اتكلمنا الاهلي بقى يا جماعه برضو يعني احنا في ضغط، يعني في ضغط مباريات. انت هتلعب اول ماتش من يوم 17، داخل على بطولات كبيره قوي، داخل على بطولات، هتلعب بطولات كبيره. شايف المدرب مش هينجح في النادي الاهلي، مش هينجح في النادي الاهلي. وزي زي ما بنقول لازم المدرب يبقى يعني عنده جلد للعيب، اللعيب اللي يغلط يعرف يجلده زي ما بيقول، يعرف يقعده على الدكه، ما يبقاش ضعيف، ما يبقاش ضعيف. انا شايف مدرب ضعيف قوي وسي في ضعيف قوي، وسي في ضعيف قوي 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 على النادي الاهلي. والله 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 انا مش ضد الراجل، انا مش ضد الراجل خالص، بس الاهلي محتاج مدرب عنده سي في زي ما بيقولوا ايه، سي في قوي، سي في قوي يليق بالنادي الاهلي ويليق ببطولات النادي الاهلي وشخصيه النادي الاهلي. يعني مدرب يخلي اي لاعب في الفريق يحترمه. اول ما ينزل كده يحترم المدرب ده، عارف المدرب ده قوي، عارف المدرب ده ليه شخصيه. مدرب انا شايف ان من متابعتي للفرق اللي مسكها شخصيته ضعيفه جدا. الاهلي محتاج مدرب يخوف المنافس زي ما انا قلت، يعني مدرب يطمن الجمهور. يعني معظم المدربين اللي جم في سنين النادي الاهلي، عايز اقول لك اللي قله قليله المدربين، يعني احنا المدربين اللي جم وما لهمش سي في قوي وما نجحوش في النادي الاهلي. هاقول لك كان الأهلي ساعتها آخد بطولات، الأهلي ساعتها كان واقف على رجله، لكن الأهلي دلوقتي إحنا عندنا مشاكل في الفرقة، مش وقت تجارب خالص، مش وقت تجارب خالص، مش وقت إن إحنا لسه هنشوف هو هيعمل إيه. يعني أنا شايف إن اختيار المدرب دوّة مغامرة كبيرة، خصوصًا الموسم يعني إحنا شغالين فيه وطالعين من ماتش الزمالك كسبانين وكاسبين، وكابتن عماد النحاس عامل نتايج كويسة. انا شايف ان مغامره كبيره، داخلين على بطولات كتير، داخلين على ضغط ماتشات، يعني والماتشات هتبقى ورا بعض. اي تعادل، اي خساره هتبقى ازمه كبيره، هتبقى ازمه كبيره. واي خساره لا قدر الله يعني هتبقى الموضوع مش هيبقى احسن حاجه في ظل ان يعني ال الاداء بتاع الفرقه مش احسن حاجه، في ظل ان احنا عايزين مدرب قوي. انا والله العظيم ما اعرف اختيار المدرب ده جابوه على اساس ايه. مدرب ضعيف قوي. ممكن يكون عنده فكر يعني كويس، بس الاهلي والله الاهلي محتاج مدرب يشيل يعني زي ما بيقولوا ضغط النادي. محتاج مدرب يقف عنده ثقة، يعني من الاخر يبقى مدرب جاي عارف النادي الاهلي ده ايه، النادي الاهلي ده ايه. ما بصيناش في افريقيا، ما بصيناش ناحية اسيا. في مدربين كويسة جدا، في مدربين كويسة جدا. انا مش عارف والله اختيار النادي الاهلي ومدير التعاقدات اختار او حطوا الملف بتاع المدرب ده ليه. بصراحه انا مش متفائل وحاسس ان التجربه دي مش هتكمل، والله العظيم. لان الاهلي محتاج مدرب يعني زي ما بيقولوا اكبر من ده، محتاج مدرب السي في بتاعه قوي. ويا رب يا رب يا رب انا او الناس كتير المعترضه على المدرب دوت، وانا شفت اراء ناس كتير قوي مش مقتنعه بالمدرب دوت، يا رب نكون غلط ويا رب الراجل ينجح ويفاجئنا بمستوى كويس جدا للنادي الاهلي. كل اللي احنا بنتكلم فيه دي عن يعني او انا بتكلم في الموضوع دوت عن احصائيات للمدرب دوت، وعن مطوشه اتفرجت المدرب ده عليها. في اخر الموضوع احنا كلنا عايزين او محبين النادي الاهلي او مشجعين النادي الاهلي، احنا حابين ان النادي الاهلي يكون دايما رقم واحد، ان الاهلي يفضل رقم واحد.
واتمنى ما اكونش طولت عليكم. ما تنسوش السبسكرايب واللايك. اشوفكم في حلقه جديده واخبار قويه جدا 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 الحلقه اللي جايه. ما تنسوناش باللايك، ما تنسوناش بالسبسكرايب. سلام.